اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والهنا والورد أو مساء الفل والهنا والورد، تبع ما بتشوف الفيديو وتبع ما بتشاهدين. تعالوا فيديو قوي النهاردة وجميل. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودعوة حلوة من قلبنا لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا جميلا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء، قولوا اللهم أمين يا رب. بس قبل ما نبدأ على فيديو النهاردة نعمر الطاسة ونفطر ونشرب شاي عشان معانا فيديو النهاردة قوي. ده كان فطرنا النهاردة، وتعالوا بقى نشوف الفيديو. ده الفيديو. يا لهويان يا لهو يا حستي السودا يا نيام، حد يلحقني يا جماعة، حد يقول لي ايه اللي انت عملتيه في نفسك ده. أنا طلعت على السطح محترمة مؤدبة، بصوا يعني خدت علقة النهاردة، علقة يعني علقة، هي العلقة خدت علقة موت زي ما بيقولوا. ليه؟ انت عملت ايه؟ بصوا أنا ما كنتش متخيلة إن السجادة دي روبة كده. السجادة دي فعلا روبة، مش متسخة. بس كلمة متسخة دي قليلة عليها، دي في حاجة بسيطة. أنا كنت فرشاها وهي المفروض كانت متعانة نظيفة، بس معرفش التراب ده كله جالها منين. متسخة بطريقة فظيعة. جبت كيس كلور ألوان وبصراحة ما عرفتش أدعكها، يعني مش هتنضف معايا فسبتها شوية. للأمانة هو انتوا أصلا هتحسوا إن في فرق. أنا هنا جبت الكيس الكلور الألوان ده رشته عليها، وهرش عليها شوية وزي ما انتوا شفتوا حطيت عليها جردلان مية وسبتها شوية. هلفها معاكم دلوقتي اهو. هنا بحط الأم اهو، او الأوكسي او اللي انت بتستعمليه، انا بستعمل أوكسي. هنحطه بقى كده ونروح نعمل ايه؟ هنروح بقى يعني نركنها شوية، ألفها واركنها شوية واسيبها، لان هي كده ما كانتش هتنضف معايا خالص. يعني انا حسيت ان هي يعني ايه متسخة قوي، فكده هلمها. بصي لما تكون معاكي حاجة زي كده اهي، انا كنت ممكن عادي مش يعني هلفها هدعكها وخلاص، لا، بس هي فعلا مش هتنضف معايا كده. هسيبها كده بقى. بعد مرور حوالي يجي ساعة او ساعتين، يجي ساعتين بصراحة، قلت هنزل اكمل الفيديو معاكم، يبقى فيديو مثلا تنظيف السجاد فوق، وهعمل فيديو روتين يعني تحت معايا عندي في الشقة. بس للأسف الكهرباء قطعت فما نفعتش أعمل حاجة، فاستكفيت بهذا الفيديو بس. كنت ناوية يعني أكمل فيديو يبقى طويل شوية ونعمل، عشان السجادة دي كانت عندي في الصالة يعني، فقلت هشيلها أغسلها وأعمل معاكم برضو أكمل روتين في الشقة تحت. بس للأسف الكهرباء قطعت، واحنا عندنا الكهرباء بتقطع ما شاء الله ساعتين ونص، يعني اليوم بيطير. يعني اعذروني اعذروني اعذروني، مش عارفة ايه الحكاية. هنا بقى مسكت الشرايط ديت دعكتها دعكة حلوة برضك، لان انا كنت حطيت عليها برضك اومو وكلور وسبتها برضك على السجادة، فهم اصلا يعني هم ما خدوش مني دعكة حاجة او ما تعبونيش في الدعك، لان هي كانت كنت انا نقعهم. يعني شفتي زي ما انت بتغسلي هدوم ونقعاها قبلها، يعني مثلا لما تكون هدوم متسخه قوي وانت مسكتيها نقعتيها، فهي كده. انا مسكت بقى الشرايط ديت عملتها. بس للامانه ولادي ربنا يخليهم لي يا رب وما تحرم منهم ابدا، ساعدوني بامانه، مش هكذب، يعني كذب حرام. خلينا ندي لكل حد حقه. هنا انا كنت بقى دعكت الشرايط ديت وركنتها في جنب. وهنا بقى يعني شايفين انا بعملها بالمقشه بتنضف، لان هي شوفوا شايفين الميه بتعمل فيها ازاي، لان هي اتنقعت يعني زي ما تقول كده، يعني ايه، طلعت كل اللي فيها. هي بصراحه لما عملتها بالمقشه كده نطفت، للامانه نطفت، يعني ما خدتش مني دعكه كتير، ما تعبتنيش زي مثلا ما كنت هعملها وهي محطوطه، يعني وهي لسه طالعه ويا دوب بلتها وحطيت. لا دي كانت فعلا هتتعبني جامد، لكن كده بصراحة ما تعبتنيش خالص، ما حسيتش ان هي تعبتني، ما حسيتش ان انا هبطي فيها قوي، لاني انا نقعتها.
يعني اعملي كده، لو عندك حتى سجادة، بطانية، حتى فرش انتري، اي حاجة اي حاجة عندك حاسة ان هي متسخة قوي، اعمليها، انقعيها، هاتي لها اومو وكلور يعني المادة اللي انت بتحبي تغسلي بيها، وانقعاها شوية، صدقني هتريحك ومش هتتعبك ومش هتتعب ايديك، لان الايدين الحمد لله راحت في مشوار، مش عارفين هتيجي ولا لا، بس هي راحت في مشوار، خلينا متفقين ان الايدين راحت في مشوار. سيبكم الهبل اللي حصل دلوقتي ده، اللي هو بعمل لكم لايك ده ابني. هنا بقى شايفين المية نازلة منها عاملة ازاي، بس بصراحة نطفت، يعني حسيت كده بالنظافة، حسيت بحاجة كده حلو. شفتوا لما بتكوني واخدة شاور جامد كده وحاسة براحة نفسية؟ هنا كنت حاسة بالراحة النفسية دي وانا بقى. بس للأمانة يعني العباية دي كانت هتديني كام عزق كده حلوين، بس قمت رايحة ربطها في الآخر، قلت لأ أنا كده هقع، يعني هقع، ده أنا حالفة هقع باي. هربطها بقى من تحت دلوقتي واتشمر بقى واعمل ايه، الشطرة اللهلوبة بقى اللي دعكة السجادة بقى ومنضفة وعاملة حاجات كتيرة كده. اشوفي شايفين النظافة، شايفين الأم بقى عليها نضيف ازاي. ده انا ما حبيتش اصدمكم واحط لكم المقطع اللي هو كان فيه الأم روب، قلت لا هتقول عليا ان انا جايفة ونتن، بس الحمد لله الحمد لله نضفتها. هي بصراحة عشان هي عندي في الصالة، طبعا دايما السجادة او الشريط اللي انت حاطاه في مدخل البيت بيبقى هو صعب شويه بصراحه يعني لما يكوني مثلا كمان يعني زي حالاتي متجوز، يعني قاعده في دور ارضي، فبتبقى صعب. هنا بقى كانوا بيتخانقوا على مسح ايه، على مسح الميه، بس هم بصراحه للامانه تعبوا معايا. هي حكايه للامانه النهارده معايا، بس مش مشكله. غرقنا بعد ميه ولعبنا في الميه بقى، هيصه بقى، كلنا اتبلينا ميه طبعا، غرقنا ميه، فلعبنا بقى براحتنا. قلت ايه يعني نلعب بقى في الميه، نديها شويه لعبه في الميه، لان احنا كده يعني ايه ما لعبناش، فقلنا بقى يعني ايه نلعب في نهايه السجاده كده. الحمد لله معانا نصفت، بان عليها النظافه، حتى تحسوا حتى ان اللون راق وايه، يعني قلنا نلعب بقى في الميه شويه، احنا بقالنا كتير ما لعبناش، فقلنا نلعب بقى. شايفين بقى الحركه بتاعت العبايه بتاعتي دي، محدش يقول لحد عليها بعد اذنكم. ما انا هقع، والله هقع، اعمل ايه يعني، هقع كم مره مش مره واحده. قلت لا ده انا كده هقع، يعني مش هعملها يعني الا ما اقع، لا اما اعملها قبل ما اقع. شايفين الميه نازله بقى ازاي، شايفين؟ كله يقول حط لايك جامد جامد للسجاده النظيفه اللي نطفت بعجوبه دي. لا مش بعجوبه والله، الحمد لله الحمد لله يا رب. بس انا ما تعبتش في غسلها، اول حاجه عشان حبه النقع اللي انا قلت لكم عليها. تاني حاجه انا جيت اوديها المغسله، بصراحه سمعت يعني مش مبلغ وقدره قوي، بس اوفر قوي شويه يعني، معلش هي مش هتاخد اومو ولا غسيل ولا كلور بالقيمه اللي الفلوس اللي انت واخدها ديت، او هتتعب فيها بقيمه الفلوس اللي انت واخدها دي. بصراحه انا كنت ناويه اوديها المغسله، بس لما صراحة سمعت رقم غسيلها قلت لا أنا هغسلها على إيدي مش هودي. أنا كنت للأمانة ناوية أوديها، بس قلت لا أنا مش هوديها خلاص. سمعت السعر يعني هو مش أوفر قوي ومش عادي قوي، بس ده بوليه يعني مع غسيل سجادة هنعتبره أوفر، لكن لا أنا هعملها أنا على إيدي. هنا بقى كانوا بصراحة دول نطفوا كمان، شايفين أصلا يعني الشريط باين عليه، او يعني الحته دي باين عليها يعني ان هي نطفت، فهي بس كنت يا رب ماشيه عليها بس ان الايه بالمقشه كده، حتى ما دعكتهاش والله بالفرشه اللي هي بتاعه الارضيه، يعني زي ما انا كنت عملت في السجاد. انا دول لميتهم على كده، سحبت منهم الميه خلاص اهو، ميتهم اصلا نظيفه وحلوه، لان هم برضو اتنقعوا نقعه حلوه. وكده بقى كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب الفيديو يعجبكم. متنسوش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكده بقى نقول ايه، لا لسه مش هنشوفكم في فيديو جديد. شايفين بقى هنا انا حطيتهم يصفوا،
وانا حاطه السجاده تصفى، بس هو المفروض كان في مقطع ان انا حطاهم على الجدره يعني وكده، بس بصراحه المقطع ده ضاع يعني اتمسح مني. هنا بقى دي كانت الحته الصغيره كمان كانت باقيه لسه، دي ما اتدعكتش، قلت هدعكها برضو ونديهم بقى شطفه حلوه كده ونلم الدنيا، ومع السلامه.